يبقى انا الغرزه الخماسيه اللي على واحد عملناها مع بعض، قلنا غرزه خماسيه على واحد يعني 5 على واحد، الغرزه الخماسيه اللي على 2 يعني 5 على 2. تمام. الشكل بتاعي في الاخر هينتهي زي ما انتم شايفين كده. تمام. لو انتوا بقى عايزين توسعوه اكتر من كده وما يبقاش مثلا ضيق كده اهو، بدل ما هنعمل هنا في السطر التاني 5 على 2 هيبقى مثلا ايه، 5 على 1 ومره 5 على 2 ومره 5 على 1، او هنعمل غرزه سداسيه. هنتعلم الكلام ده ان شاء الله في الورش اللي جايه. خلاص انا كده عملت ايه، عملت غرزه خماسيه على 1 وغرزه خماسيه على 2. طيب لو انا مش عايزه اطلع بالسطور لفوق وعايزه امشي بالسطر بتاعي زي الغرزه الرباعيه كده بجنب، تمام، بس يعني مثلا هعمل ايه، هعمل ورشه فانوس، هعمل القاعده بتاعه الفانوس او حاجه زي كده. فانا هعلمكم زي دلوقتي نعمل الغرزه الخماسيه اللي هي بتبقى مثلا زي قاعده فانوس زي ما احنا قلنا، بتبقى شبيهه شويه بالغرزه الرباعيه. تمام، خليكم معايا هنكمل مع بعض. احنا اول حاجه زي ما قلنا لو احنا عايزين نعمل الغرزه الخماسيه اللي هي بتبقى ايه على شكل قاعده فانوس مثلا، اول حاجه هنبتدي ب5 خرزات، وهنعمل اللي احنا عملناه في اول السطر اللي فات، اللي هو ايه، هنحط الخرز بتاعنا ونساوي طرفين الخيط مع بعض، ونرجع في اخر خرزه ونعمل العقده بتاعتنا. اهي نرجع تاني في اخر خرزه، نسحب كده الحلقه دي هنروح مطلعين منها ايه، طرف الخيط التاني. اهم حاجه الغرزه العقده تخش جوه الخرزه. خلاص اهي. طيب انا عايزه امشي كده، عايزه اطلع لفوق، مش عايزه يعني عايزه امشي بالجنب، مش عايزه اطلع لفوق. تمام، مش هبني سطور فوق بقى، لا همشي بالجنب هنا. فهعمل ايه، الخيط اليمين هحط فيه 3 خرزات. انا دلوقتي عشان اعملهم 5 فانا عايزه ايه، عايزه 4 خرزات. تمام. فالخيط اليمين هحط فيه 3 خرزات، والخيط الشمال هحط فيه خرزه واحده. تمام. هاجي في الخيط اليمين اللي انا حطيت فيه 3 خرزات، هرجع في اخر خرزه واسحب من الحلقه دي طرف الخيط التاني، طلعه كده من الحلقه بتاعتي. تمام. نخلي بالنا واحنا بنشتغل الغرزه الخماسيه اللي هي بتبقى ماشيه بالجنب كده عشان ما نتلخبطش ونشتغل في الطرف الشمال بدل اليمين. تمام، احنا بنشتغل في الطرف اليمين مش الشمال دلوقتي، او بمعنى اصح بنحط عدد الخرز الاكبر في الطرف اليمين مش الشمال، او العكس. لو انت من البدايه هنا هتبتدي بطرف الخيط اليمين يبقى تكملي باليمين، هتبتدي بالشمال يبقى تكملي بالشمال. ليه؟ عشان انا عايزه الشغل بتاعي يبقى رايح كده ناحيه اليمين، يبقى يعني اقصد يبقى رايح كده رايح كده ناحيه الشمال، هتشوفوا معايا دلوقتي. خلاص. فاعمل ايه، اجيب بقى طرف الخيط اليمين زي ما احنا متعودين، احط فيه 3 خرزات، والشمال احط فيه خرزه واحده. تمام. الخيط اليمين اهو اللي انا حاطه فيه 3 خرزات، هجيبه كده وارجع في اخر خرزه، هرجع في اخر خرزه انا عملتها واسحب من الحلقه دي طرف الخيط الشمال اللي انا حاطه فيه خرزه واحده. اتمنى الشرح يكون واضح. لو في اي حاجه ما فهمتوهاش في الكومنتات واكتبوا لي وانا اشرحها لكم مره تانية. واخدين بالكم الشغل بتاعي بيمشي ازاي؟ بصوا الشغل بتاعي رايح كده ماشي كده مقوس اهو، واخدين بالكم ازاي؟ مش ماشي عدل زي الغرزه الرباعيه، لا مقوس شويه. خلاص. افضل بقى اكمل كده. الخيط اليمين هحط فيه 3 خرزات، والخيط الشمال هحط فيه خرزه واحده لحد ما اجي لحد اخر السطر، وهقول لكم هنقفل السطر بتاعنا ازاي. خلاص يا بنات انا كده وصلت لنهايه السطر بتاعي. تمام. شايفين الخرز كل ما احنا بادئين من هنا، فكل ما نمشي بالخرز كل ما نمشي بالوحدات بنلاقي الشكل بتاعنا بقى مقوس، بقى بدأ ان هو يتشكل على شكل دايره زي ما انتم شايفين كده. طيب انا خلاص وصلت لاخر السطر بتاعي، هعمل ايه وانهيه ازاي؟ هاجي في الطرف الشمال، واخدين بالكم ركزوا، هاجي في الطرف الشمال احط فيه خرزه واحده. تمام. بعد كده هعمل ايه، مش هحط بقى في اليمين دلوقتي، لا طرف الشمال
يعني ايه امشيه كده في اول خرزايه انا حطيتها. شايفين الخرزه اللي هي من الجنب دي؟ انا هدخل فيها ايه الخيط بتاعي. تمام، هيبقى الشكل كده. هاجي بقى في الخيط اليمين احط كام خرزه. انا هنا معايا 1 2 3، عايزاهم 5، هحط خرزتين 2 وارجع تاني بطرف الخيط بتاعي في الاخر خرزه، اطلع الخيط التاني او الطرف التاني من العقده واشد كده وادخل العقده الصغيره جوه الخرزه. تمام كده. ايه الشكل خلص معايا خلاص. دي كده مثلا ممكن تتعمل قاعده فانوس، لو هنطلع بيها لفوق هتبقى مثلا قاعده فانوس. هنمشي في ايه؟ هنعمل ايه لو احنا يعني هنعمل قاعده فانوس؟ الخيط بتاعنا ده يا اما هنقفله، هنمشيه يعني هنقصه، هنسيب فيه جزء صغير كده ونلففه كده حوالين الخرز ونقصه ونقفل العقده بتاعتنا. تمام. وبعد يا اما هنكمل بيه، هندخله لجوه كده، هنمشيه في الخرز ده كده اهو لحد ما نقابل طرفين الخيط في الجزء اللي في النص ده. وبعد كده نطلع ايه الفانوس على الخرز اللي من جوه. تمام، هنطلع الفانوس بتاعنا على الخرز اللي من جوه. المهم دي كانت القاعده اهو اللي هي 5×1. تمام، دي كده 5×1 بس بالجنب. انما زي ما احنا قلنا ال5×1 اللي احنا هنطلع سطور لفوق اتعلمنا هنعملها ازاي، وال5×2 برضو هنعملها ازاي. ودي كده 5×1 اللي احنا لو احنا عايزين نعمل قاعده زي ما قلنا او بنمشي بالجنب. لحد كده بيكون درس النهارده خلص. تابعونا ان شاء الله الفيديو اللي جاي، هنتعلم مع بعض الغرزه السداسيه والغرزه الثلاثيه، وهنتعلم كمان التناقص والتزايد، وهنتعلم ازاي نوصل الخيط مع بعض. هنتعلم حاجات كتير ان شاء الله مع بعض. كملوا معايا بس السلسله دي وان شاء الله هتطلعوا منها وانتم محترفين باذن الله، ومش هتحتاجوا اي مساعده من اي حد تاني بعد كده. خلاص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. مع الف سلامه، باي باي.